يا سادة يا كرام، اسمعوا مني الحكاية اللي بدايتها نار ونهايتها أسرار، حكاية بتشيب الشعر وبتحبس الأنفاس. الحكاية بتبدأ بمشهد مريب ومرعب في نفس الوقت. عند طرف الغابة في يوم كان باين إنه عادي، فجأة ومن غير مقدمات ظهر كبش عملاق جسمه كله قايد نار، واقف بيبص للناس بنظرة ترعب وتجمد الدم في العروق. وفي عز ما الكل مذهول ومبرق عينيه من هول المنظر، الأرض اتهزت وخرجت من قلب الغابة كميات مهولة من الحيوانات بيجروا كأن في عفريت بيطاردهم. صوت حوافرهم وصريخهم ملا المكان. كان في أتوبيس مدرسة معدي في اللحظة دي، والطلاب اللي جواه اتسمروا في مكانهم مش مصدقين اللي بيشوفوه. وسط الزحمة والرعب ده طالب اسمه أوستن حب يعمل فيها بطل السوشيال ميديا، فبكل فضول طلع تليفونه عشان يصور ويوثق الكارثة دي. لكن زميلته بليك البنت الجادة اللي ما بتتفهمش لمحت اللي بيعمله، وبسرعة البرق خطفت التليفون من ايده ورمته من شباك الأتوبيس. أوستن اتجنن وزعق فيها وقرر ينزل يجيب تليفونه مهما حصل. ما كانش مقدر حجم المصيبة اللي بره، لكن يا ريته ما نزل. أول ما رجله لمست الأرض، الحيوانات اللي كانت هربانة من الغابة اتجننت وبدأت تهجم عليهم بشراسة. الرعب دب في قلوب باقي الطلاب اللي في الأتوبيس لما شافوا المنظر ده، ونزلوا يجروا في كل حتة يحاولوا ينجوا بروحهم من الجحيم ده. وسط المعمعة دي كان في طالب اسمه إيفريت، شاب غلبان وعنده اضطراب قلق. كان مستخبي جوه الأتوبيس فاكر إنه كده في أمان وإن العاصفة هتعدي، لكن النار كانت أسرع منه وانتشرت وحوطت المكان، فاضطر ينزل غصب عنه عشان ما يتحرقش. أول ما إيفريت نزل، أوستن شافه وجري عليه يحذره ويقول له ارجع الأتوبيس فورا. بس إيفريت كان متخشب من الرعب، كل اللي عايزه إنه يبعد عن المكان ده بأي تمن. المشكلة إن الحيوانات بقت بتهاجم البشر بجنون، والدخان الكثيف اللي مالي الجو خلى إيفريت يشوف خيالات وحوش غريبة بتتحرك جوه الدخان. أعصابه ما استحملتش ووقع على الأرض من كتر الخوف والهلع، وجات له نوبة القلق بتاعته. في اللحظة الحاسمة دي عربية فقدت السيطرة وكانت جاية بسرعة جنونية ناحية إيفريت اللي مرمي على الأرض ومش دريان بحاجة. لولا ستر ربنا ويقظة بليك اللي نطت في آخر لحظة وشدته بعيد، كان زمانه راح فيها. بس الإنقاذ ده كان له تمن غالي جدا. إيفريت كتفه اتصاب إصابة جامدة جدا، وبليك وهي بتقومه عشان يجروا هو لاحظ إن في حاجة غريبة عضتها عضة جامدة من وسطها، ومع ذلك ما كانش فيه وقت للكلام ولا للشكوى. إيفريت داس على ألمه واختار يجري عشان ينجب حياته. ولما وصل للناحية التانية من الغابة أدرك إن كل الفوضى والمصايب دي سببها حريقة الغابة الكبيرة دي. بليك بقى كانت شخصية غريبة شوية عن جيلها، عايشة حياة بدائية، لا معاها تليفون ولا إيميل ولا أي أجهزة إلكترونية، وعشان كده إيفريت ما كانش عنده أي طريقة يطمن عليها أو يكلمها إلا لو شافها وش لوش. بليك رجعت بيتها اللي للأسف كان في منطقة الكوارث، فوالدها روبرتو كان بيلم حاجاتهم بسرعة عشان ياخدها هي وأخوها داني ويهربوا المكان أمان بعيد عن النار. وهي بتلم هدومها في البيت، بليك بصت على الجرح اللي في وسطها، جرح كبير وعميق وشكله يخوف. بس الغريبة والمدهشة إنها مش حاسة بأي وجع، لا دم بينزف ولا ألم بيقرص. فاستغربت جدا وطنشت الموضوع وكملت لم حاجتها وهي مش عارفة إن العضة دي هتغير حياتها ومصيرها للأبد. في الناحية التانية فرق الإنقاذ لقيت إيفريت ونقلوه المستشفى. أول ما فاق من الإغماء حس بحاجة مش طبيعية جنبه على السرير. بفضول وخوف مد إيده وسحب الستارة عشان يشوف فيه إيه، وهنا كانت الصدمة. شاف نفس الكبش العملاق نايم جنبه على السرير. إيفريت كان هيتجنن ويصرخ، بس فجأة الدكتور دخل وقطع عليها لوسه دي وقال له إن جرحه مش خطير ومحتاج بس كام يوم راحة ويخرج. الدكتور خرج من هنا وتليفون الأوضة اللي جنب سرير إيفريت رن من هنا. فضل يرن ومحدش جه يرد، فقام إيفريت يرد بنفسه. اللي سمعه في التليفون خلاه يترعب أكتر. وفي اللحظة دي أهله وصلوا يزوروه، لكن فجأة الجرح اللي في كتفه وجعه بشكل لا يطاق، ودراعه بدأ ينور بضوء أحمر غريب ومخيف، ومن شدة الألم والمنظر أغمى عليه تاني في ثانية. نرجع لبليك. أبوها ساق العربية واخدها هي وأخوها ومشيوا. بليك عمرها ما داخت في عربية ولا جالها دوار حركة، بس المرة دي والسبب مجهول حست بدوخة غريبة وهلاوس بدأت تظهر قدام عينيها. بعد شوية وصلوا لموتيل، فندق صغير عشان يباتوا فيه مؤقتا. وأول ما دخلوا وارتاحوا أخوها داني بصلها باستغراب وقال لها إيه ده يا بليك، جلدك بيتغير. بليك اتذهلت وجريت فورا على المراية تشوف فيه إيه، واتصدمت لما شافت إن بشرة وشها اللي كانت مليانة حبوب وآثار بقت صافية وناعمة بشكل لا يصدق. وهي واقفة مذهولة وبتسأل نفسها هي بتخرف ولا ده حقيقي. ألم رهيب وحاد ضرب مكان العضة اللي في وسطها وقطع حبل أفكارها. بليك وقعت على الأرض من شدة الوجع، بس الألم اختفى بسرعة زي ما جه. ولما وقفت وبصت
بصت في المراية تاني ما كانتش شايفة انعكاسها. المراية اتحولت بشكل عجيب لشاشة تلفزيون، وشافت فيها إيفريت الولد اللي أنقذته. وفي نفس اللحظة إيفريت في المستشفى بص في المراية وشاف بليك بتبصله. هنا بليك فهمت إن اللي بيحصل لجسمها ده مش طبيعي، وقررت إنها مش هتستنى في الموتيل ولا ثانية، لازم تخرج وتدور وتفهم إيه اللي بيجرى ليها ولجسمها. في الناحية التانية من المدينة كانت في بنت اسمها لونا دخلت تجري على بار وهي بتنهج من الجري، بتدور بلهفة على أخوها التوأم هارلين. لونا كانت قلقانة جدا لأن أبوهم غارت اللي شغال حارس للغابة اختفى بعد ما الحريقة قامت، وهي كانت متأكدة من جواها إنه محبوس جوه النار. كانت عايزة أخوها يساعدها يدوروا عليه بسرعة، لأن الاتنين دول بالذات عندهم قدرات خاصة ومختلفة عن باقي البشر ممكن تنقذ أبوهم. في نفس الوقت إيفريت في المستشفى جات له مكالمة غامضة على التليفون، وبناء على التعليمات اللي سمعها ونفذها بحذافيرها استنى لما الدكتور خرج واتسحب بره المستشفى خالص. أما بليك فقررت هي كمان تسيب الموتيل وترجع بيتها تشوف إيه حكاية جسمها دي. وهي بتجري في الشارع لاحظت حاجة تجنن، سرعتها زادت بشكل مش طبيعي. دي مش بس بتجري، دي بقت بتسبق العربيات، ونفسها طويل ولا كأنها بتتمشى في الحديقة. وصلت بليك بيتها في وقت قياسي، وهناك كانت المفاجأة، لقت إيفريت مستنيها. طلع إنه شافها في الرؤية اللي جات له وعارف مكانها، وعشان هي ما عندهاش تليفون يكلمها عليه اضطر يجي لها لحد البيت بنفسه. الاتنين دخلوا البيت عشان يحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل لهم وايه التغيرات الغريبة دي. إيفريت كان عايز يوريها جرح كتفه فقلع التيشيرت، وهنا بليك برقت عينيها. الولد اللي عمره ما لعب رياضة وكان جسمه عادي فجأة بقى عنده عضلات بطن 6 باكس مرسومة رسم. بليك ما كانتش مبهورة قوي لأنها هي كمان بشرتها اتحولت وبقت مثالية بعد الإصابة. وهم لسه بيحاولوا يستوعبوا التغيرات دي وبيكلموا بعض سمعوا صوت حركة بره، وفجأة ظهر مستذئب ضخم وهجم على البيت بشراسة. الرعب ملأ قلوبهم، حاولوا يهربوا يمين وشمال بس الوحش كان قافل عليهم كل المخارج. وفي لحظة يأس والوحش بيقرب منهم وحياتهم على المحك، إيفريت نوبة القلق بتاعته زادت وعينه وسعت، ومن غير ما يحس وبقوة خارقة ضرب العمود الخرسانة اللي قدامه بوكس، راح قسمه نصين كأنه بسكوت. القوة دي خلتهم يعرفوا يهربوا بالعافية من المصيبة دي. في قلب الغابة والنار بتاكل الأخضر واليابس كان غارت الأب المفقود بيحاول ينجو بحياته وهو لابس قناع عشان الدخان ومستخبي وسط النار. لما حس إن الأمل ضعيف وإن الموت قرب طلع مسجل صوت وسجل رسالة وداع لولاده لونا وهارلين، قال لهم فيها إن لونا مميزة وإنهم هيقدروا يلاقوا ناس زيهم ومختلفين عن باقي البشر العاديين. وبعد ما سجل الرسالة قرر يعمل محاولة أخيرة للنجاة وجري مع مجرى النهر. نرجع لإيفريت وبليك اللي بقوا في أمان مؤقت. بليك قالت له لازم أطمن على أهلي ومشيت، ومجرد ما مشيت تليفون إيفريت رن. المرة دي كانت واحدة اسمها كريستين محققة في المطافي، قالت له كلام خطير، لقينا أدلة إن الحريقة دي بفعل فاعل والفاعل ده قاصر وشاكين إنه كان معاك على أتوبيس المدرسة. يدوب إيفريت قفل السكة وحس بصداع رهيب بيفلق دماغه، وفي نفس اللحظة بليك وهي مروحة جالها نفس الصداع. ونفس الكلام حصل مع لونا وهارلين وهم بيدوروا على أبوهم. الأربعة وقفوا في مكانهم وعيونهم قلبت بيضة تماما كأنهم في غيبوبة. أول ما الأعراض دي خفت الأربعة لقوا نفسهم بيجروا في اتجاه واحد من غير تفكير، كأن في حاجة بتنده لهم وتجمعهم. وصلوا كلهم لمنطقة فاضية في الغابة وتقابلوا وش الوش. الغريبة إن أول ما الأربعة اتجمعوا عيونهم نورت باللون الأصفر. لونا وأخوها ما كانوش مستغربين، كأنهم فاهمين اللعبة وعارفين إيه اللي بيحصل بس ما بينوش لحد. فجأة بليك شافت خيال مرعب تاني فصرخت وجريت، وإيفريت جري وراها عشان يلحقها، ووراهم التوأم بيحاولوا يفهموا في إيه. لكن مفيش دقايق وهم بيجروا خبطوا في راجل من رجال الإطفاء. الراجل أول ما شاف عيال صغيرين في منطقة حريق زعق فيهم وأمرهم يرجعوا بيوتهم فورا. بليك رجعت الموتيل ودخلت الحمام تشوف الجرح اللي في وسطها، ما لقتش ليه أي أثر. الجلد رجع سليم تماما وبشرة وشها بقت بتلمع بعد الإصابة. وهي بتبص لنفسها في المراية بإعجاب شافت خيال شخص بأنياب واقف وراها. رعبها خلاها تجري على أوضتها وهناك لقت رسالة صوتية مبعوثة لها. أما لونا وهارلين لما رجعوا البيت رجال الإطفاء شرحوا لهم على الخريطة المكان اللي ممكن يكون أبوهم غارت محبوس فيه. ولما مشيوا لونا قالت لأخوها تفتكر إيفريت وبليك زينا؟ هارلين رد ببرود لا، دول مجرد اتعضوا وجسمهم بيتغير وممكن جدا يتحولوا لأعداء لينا. إيفريت رجع بيته وحاول ينام بس مفيش فايدة، حواسه كلها صاحية ومنتبهة كأنه في عز الظهر. ونفس الحالة عند بليك. ولما أخيرا راحوا في النوم صحيوا
لقوا يوم كامل عدى وهم نايمين جسمهم اتحرك لا إراديا وقفلوا بيبان أوضهم بالمتاريس عشان يحموا نفسهم. أول ما إيفريت صحي أهله قالوا له إن البوليس تحت ومعاهم المحققة كريستين عشان يحققوا في الحريق. إيفريت عمل نفسه ما يعرفش حاجة وأنكر إنه شاف أي حد من زمايله، فالبوليس شك فيه وفرضوا عليه إقامة جبرية في البيت. على المغربية واحد زميله اسمه كونر جاله البيت يذاكر معاه، ووسط الكلام كونر قال جملة خلت دم إيفريت يتجمد في عروقه: تصدق أنا كمان شكلي اتعضيت من حيوان يوم الحريقة. هنا الحكاية بتاخد منعطف خطير والقلوب بتبدأ تدق طبول الخوف. إيفريت أول ما سمع كونر بيقول بمنتهى البراءة إنه اتعض قلبه وقع في رجليه والدم هرب من وشه. الرعب سيطر عليه وخاف يكون كونر هو كمان هيتحول لوحش زيهم وتكمل المصيبة. بسرعة ومن غير تفاهم زعق فيه وقال له وريني الجرح ده حالا. كونر استغرب بس شمر دراعه ووراه الجرح، وهنا إيفريت اتنفس السعداء وقال الحمد لله لما لقى الجرح شكله طبيعي، مجرد عضة ذئب بري أو كيوت، والأهم إنها مش بتخف بسرعة زي السحر زي ما حصل معاه هو وبريك. بس عشان يطمن أكتر وما يسيبش حاجة للظروف وصى كونر بحزم: لو حسيت بأي حاجة غريبة أو جسمك وجعك كلمني فورا في أي وقت. في نفس الوقت وفي مكان تاني بريك كانت عايزة تتأكد من قوتها الجديدة، راحت هي وأخوها داني في مكان فاضي وعملوا سباق، ولقت نفسها مش بس بتجري، دي بتطير وكأن رجليها ما بتلمسش الأرض. وهي بتنهج وبتحاول تستوعب اللي بيحصل وقاعدة تريح على الأرض، فجأة المحققة كريستين ظهرت لها زي العفريت من تحت الأرض. الست دي كانت وراهم ومش سايبة حد في حاله وشكوكها بتزيد لحظة بعد لحظة. نروح لكونر الغلبان اللي رجع المستشفى عشان يغير الجبس على دراعه المكسور، وهو قاعد والدكتور بيديله حقنة فجأة حس بألم فظيع، نار بتسري في جسمه كله كأنه بيتحرق من جوه. والمصيبة إن الحقنة كانت مهدئة عشان شكوا إن عنده حساسية، فنام على طول وغاب عن الوعي. بس النوم ده ما كانش طبيعي ولا طويل، ولما صحي مفزوع لقى تليفونه بيرن برقم مجهول. رد بخوف وسمع صوت شخص غريب بيحذره بصوت يرعب: اجري يا كونر، اهرب بسرعة، في حاجة بتشم ريحتك وجاية وراك وهتقتلك لو فضلت مكانك ثانية واحدة. كونر اترعب وقرر يصدق الصوت، قام يجري وهو متجبس وبيعرج عايز يخرج من المستشفى بأي طريقة قبل ما الوحش يوصل له. في نفس اللحظة دي إيفريت وبليك كانوا بيتكلموا ووصلوا للحقيقة المرة اللي مفيش مفر منها: احنا بنتحول لمستذئبين والقمر البدر قرب يطلع، وده معناه ان التحول الكامل قرب. وفجأة تليفون إيفريت رن وكان كونر بيستغيث وبيقول له انا حاسس ان في حاجة بتطاردني. من غير تفكير إيفريت خد بليك وطاروا على المستشفى عشان ينقذوه. في بيت لونا الموضوع كان أغرب، وهي واقفة قلقانة وحاسة إن في مصيبة جاية. شافت حركة غريبة بره البيت، قربت من الباب تشوف فيه إيه، وفجأة حصان أبيض هايج اقتحم الباب وكسره ودخل البيت بجنون. المنظر كان مرعب وغير مفهوم، وفي عز الفوضى دي جالهم تليفون من المستشفى بس لسبب تاني خالص. رجال الإطفاء لقوا أبوهم غالت عايش بأعجوبة على طرف الغابة، جريوا هم كمان على المستشفى عشان يشوفوه ويطمنوا عليه. في المستشفى الوضع كان كارثي وسواد. كونه حاول يهرب من سور مكسور في الجنينة الخلفية، بس لسوء حظه الجبس شبك في السلك الشائك وبقى محبوس زي الفار في المصيدة. سمع صوت خطوات تقيلة وأنفاس وحش بتقرب منه في الضلمة، يئس وحاول يكسر الجبس بحجر كان جنبه، يضرب ويضرب عشان يحرر دراعه، بس كان فات الأوان. الوحش وصل والضلمة بلعت كونر وما بقاش فاضل منه غير حتت جبس متكسرة على الأرض وآثار صراع. إيفريت وصل المكان متأخر ولقى آثار الجريمة والجبس المتكسر وعرف إن صاحبه راح. وفجأة المحققة كريستين ظهرت في وشه ومعاها بليك مقبوض عليها. إيفريت اتصدم والمشهد كان فوضوي، ومن سوء حظهم وبسبب شكوك المطافي إن الحريق ملهمش ذنب فيه وإن مجموعة قُصر هم السبب، البوليس قبض على الأربعة: إيفريت وبليك ولونا وهارلان، وودوهم كلهم اسم الشرطة للتحقيق. الأصل في الحكاية إن الحريقة ملهمش ذنب فيها، وإيفريت كان ناوي ينكر كل حاجة ويراوغ في الكلام، لكن جوه أوضة التحقيق حصلت المعجزة اللي قلبت الموازين. إيفريت كان قاعد قدام المحققة كريستين وهي بتضغط عليه بالأسئلة، وفي الأوضة اللي جنبه كان هارلان قاعد ومحطوط تحت المراقبة. هارلان بفضول وبسمعه الخارق كان سامع كل همسة بتتقال في أوضة إيفريت. هارلان حب يعلق على كلام سمعه فتمتم بكلمة بصوت واطي جدا مع نفسه. المفاجأة إن إيفريت سمعه ورد عليه في سره. هارلان استغرب وقال إزاي سمعني وأنا بوشوش نفسي؟ وهنا كانت الصدمة الكبرى. بليك ولونا في الأوضة التانية كمان سمعوهم. اكتشفوا إن لما الأربعة يكونوا قريبين من بعض ومتجمعين في مكان واحد عقولهم بتتصل ببعض وبيقدروا يتكلموا بالتخاطر من غير ما يفتحوا بقهم. دي كانت قدرة القطيع. استغلوا القدرة دي بذكاء عشان يظبطوا أقوالهم ويخرجوا من الورطة. لونا وأخوها كانوا فاهمين اللعبة أكتر وبدأوا يغششوا إيفريت الغلبان اللي كان هيعك الدنيا ويقولوا له يقول إيه بالظبط عشان المحققة تصدقه وتسيبهم. الخطة كانت ماشية تمام، بس للأسف في ضابط رخم ومفتري اسمه ترينت كان حاطط
حاطط هارلان في دماغه وكان متغاظ عشان سهر بسببهم، فقرر يحقق معاه لوحده وبشكل غير رسمي عشان يلبسه التهمة غصب واقتدار. ولكن وكأن السماء بتتدخل في اللحظة الحاسمة والضابط ترينت بيحاول يلفق التهمة، باب الاسم اتفتح ودخل غاريت اللي هو أبو التوأم زي الأسد اللي بيدافع عن أشباله. غاريت زعق وطلب ياخد ولاده فورا، وبما إن البوليس ما كانش عنده دليل مادي واحد يثبت إنهم حرقوا الغابة ما كانش عندهم حق يحبسوهم. وهم خارجين من الاسم لونا همست لأبوها بسرعة وحكت له عن حالة إيفريت وبليك وإنهم سامعين بعض. غاريت فهم الموضوع وأدرك خطورة الموقف وقرر ياخد الأربعة معاه لبيته فورا عشان يحميهم. في نفس الوقت بنت تانية من المدرسة اسمها فيبي كانت خارجة ورايحة تركب عربيتها البي ام دبليو، لقت كاوتش عربيتها متقطع بشكل غريب كأن مخالب ذئب هي اللي مزقته، ولما حاولت تكلم أبوها يلحقها باقي الكاوتشات فرقعت واحد ورا التاني في مشهد مرعب وكأن في حد بيحاصرها. المهم وصل غاريت والأربعة لبيته، قفل الباب وبدأ يكشف لهم الأوراق والحقيقة الكاملة. بص لهم وقال بجدية المستذئبين دول خطر حقيقي ومميت، وأنا نفسي كنت ضحية ليهم زمان ومطارد منهم. وكشف سر خطير لولاده، انتوا يا لونا ويا هارلان مش زي إيفريت وبليك، انتوا ما تعضتوش، انتوا مولودين كده، دم الذئب بيجري في عروقكم من يوم ولادتكم. والصدمة الأكبر لما قال لهم إن المستذئب الشرس اللي بيطاردهم وعايز يصطادهم احتمال كبير يكون هو أبوهم البيولوجي. الجو اتكهرب والخوف والترقب مالوا المكان. غاريت بص في ساعته وقال لهم أنا لازم أخرج دلوقتي حالا لمهمة ضرورية، قدامي 20 دقيقة وراجع، طول الوقت ده إياكم حد يفتح باب أو شباك ولا حتى تبصوا بره. وفعلا خرج واختفى في الظلام ومحدش عارف هو راح فين ولا بيعمل إيه. لكن المصايب لا تأتي فرادى. أول ما غاريت خرج عربية بوليس جت ووقفت قدام البيت وبدأت تراقبهم. الأربعة نفذوا تعليمات غاريت بالحرف، قفلوا البيبان والشبابيك بالمتاريس وقعدوا في أمان نسبي جوه، وبدأوا يتكلموا ويكتشفوا قدراتهم بجد لأول مرة وهم واعيين. هارلان قال أنا سمعي خارق، بسمع دبة النملة. لونا ردت وأنا حاسة الشم عندي قوية جدا، أقدر أشم الخوف وأميز الأشخاص من على بعد. إيفريت بص العضلات وقال وأنا عندي قوة تهد جبال، شفتوا عملت إيه في العمود؟ وبليك كملت وأنا أسرع من أي حد، بتحرك زي البرق. والأهم من كل ده اكتشفوا إن قدراتهم دي بتزيد وبتتكامل لما يكونوا مع بعض، كأنهم تروس في مكنة واحدة أو قطيع ذئاب حقيقي، قوتهم في وحدتهم. وفي عز ما هم مبهورين باكتشافهم ده وحاسين ببعض القوة والأمان، فجأة الباب خبط خبطة قوية هزت البيت كله. غريت كان لسه خارج من بيته بقاله يا دوب 10 دقايق والمكان بعيد وضلمة كحل، فمين ده اللي بيخبط على الباب في نص الليل ومين اللي عارف مكانهم أصلا؟ الكل جوه البيت كتم نفسه ومحدش رد، لكن الصوت اللي بره اتكلم وقال افتح يا هارلان، أنا ترينت من اسم الشرطة، عايز أتكلم معاك كلمتين ما تخافش. ترينت كمل كلامه بنبرة هادية وقال إنه حس إنه كان قاسي وعصبي زيادة عن اللزوم مع هارلان لما كانوا في الاسم وجاي يعتذر ويصفي النفوس. هارلان بقلبه الأبيض وطيبته الزايدة صدق الكلام وحس إن الراجل فعلا ندمان، فقام وفتح الباب وخرج عشان يكلمه ويقبل اعتذاره. لكن يا فرحة ما تمت ويا ريته ما خرج. أول ما رجله خطت بره عتبة البيت الوش الطيب اختفى وترينت انقض عليه زي الوحش المفترس وزقه بقوة ولزقه في حيطة البيت. طلع إن ترينت كان شايل غل وحقد في قلبه من ساعة ما غريت بهدله وهزقه قدام زمايله في القسم، فقرر يستغل غياب الأب ويجي يطلع غله ونقصه في ابنه وهو لوحده، وهو مش عارف إنه بيلعب مع النار وإن هارلين مش مجرد شاب مراهق ضعيف زي ما هو فاكر. هارلين اتصدم من الغدر بس قدر يفلت من قبضة ترينت وجري جوه البيت بسرعة وهو بينهج وقال لهم بصوت يترعش المستذهبين رجعوا تاني. من غير تفكير لونا سحبت تليفونها واتصلت بأبوها غريت وهي بتصرخ الحقنا يا بابا. أول ما غريت سمع سيرة المستذئبين والخطر فرمل عربيته في نص الطريق ولف العجل ورجع طيران على البيت وهو دايس بنزين على الآخر، وقال لهارلين في التليفون بصوت حازم اسمعني كويس، في سلاح متخبي في الاسطبل، روح هاته بسرعة واستخدمه عشان تحموا نفسكم لحد ما اوصل. لونا وهارلين سمعوا الكلام وجريوا على الاسطبل ينفذوا أمر أبوهم. في الوقت ده إيفريت وبليك كانوا في أوضة تانية وما كانوش عارفين لونا وأخوها راحوا فين، وكانوا قلقانين وعايزين يخرجوا يشوفوا إيه الدوشة اللي بره دي. وفجأة في عز التوتر ده تليفون إيفريت رن. مين؟ الرقم المجهول تاني. الصوت الغامض في التليفون
التليفون حذرهم بنبرة ترعب: إياكم تخرجوا من البيت دلوقتي، القمر قرب يكمل ويوصل لقمته، ولو قدرتوا تستحملوا وتعدوا اللحظة دي جوه البيت هتكونوا في أمان وتنجوا. لكن إيفريت كالعادة دماغه ناشفة وعنيد. أول ما السكة قفلت بص لبليك وقال لها: يلا نخرج نشوف في إيه، وخدها وفتحوا الباب وخرجوا. يا ريتهم سمعوا الكلام وما خرجوش. أول ما طلعوا اتسمروا مكانهم والدم اتجمد في عروقهم. المستذئب الضخم اللي شافوه قبل كده كان واقف مستنيهم بره، عينيه بتلمع في الضلمة وأنيابه باينة. الرعب شل حركتهم تماما ووقفوا مستنيين الموت. بس الغريبة والمدهشة إن المستذئب بصلهم نظرة طويلة وبعدين لف وشه ومشي بهدوء من غير ما يلمس شعرة منهم. إيفريت استغرب جدا وكان هيتجنن. ليه ما قتلناش؟ هو مش المفروض وحش مفترس؟ لونا اللي كانت رجعت وشافت الموقف ردت بتفسير ذكي وعميق: يمكن إحنا ما بقيناش فريسة بالنسبة له خلاص، يمكن إحنا بقينا حاجة تانية. شوية وغريت وصل البيت وفرامل عربيته صرخت في المكان. نزل يجري يطمن عليهم، بس المرة دي هارلين واجهه بغضب ورمى في وشه صندوق الرصاص اللي لقيه في الاسطبل وزعق فيه: ايه ده يا بابا؟ ده رصاص فضة، انت مش عارف ان الفضة بتقتل المستذئبين؟ انت مجهز ده لمين؟ لينا احنا؟ انت ناوي تقتلنا؟ هنا غريت اتنهد تنهيدة طويلة وبان عليه الحزن والتعب، وقرر ان جه الوقت يحكي الحقيقة اللي دافنها في قلبه ومخبيها بقاله 16 سنة. جمعهم حواليه وبدأ يحكي بصوت واطي: زمان لما كنت لسه حارس غابة شاب ومتحمس، كنت في دورية عادية بلف في الجبل، وفجأة لقيت جحر ذئاب مهجور وفي جروين صغيرين شكلهم يقطع القلب بيموتوا من الجوع والبرد. قلبي رق ليهم وما قدرتش اسيبهم، فقررت انقذهم واخدهم معايا. كمل غريت وعيونه مدمعة. بس اول ما شلتهم ودخلتهم بيتي حصلت المعجزة. كفوفهم الصغيرة اللي كانت مليانة فرو بدأت تتغير وتتشكل قدام عينيا وتحولت لإيدين أطفال بشريين. أنا اتصدمت وما كنتش مصدق اللي بيحصل، بس قررت أحتفظ بالسر ده وما أقولش المخلوق. ربيتهم وكبرتهم كأنهم ولادي بالتبني وسميتهم لونا وهارلين. أما حكاية رصاص الفضة اللي هارلين لقاها فكانت بسبب حادثة مرعبة حصلت للونا وهي طفلة صغيرة. في ليلة قمر بدر لونا قامت تمشي وهي نايمة وراحت ناحية الاسطبل، وكأن في قوة خفية بتشدها وبتنده لها. الخيل اللي في الاسطبل أول ما شموا ريحتها وشافوها هاجوا وماجوا وحاولوا يرفصوها ويقتلوها. وفي لحظة خطر حقيقي لونا الصغيرة اتحولت لمستذئب لأول مرة عشان تدافع عن نفسها وتنجو. غريت لما شاف المنظر ده اترعب وخاف إن في يوم من الأيام الوحش اللي جواهم يسيطر عليهم ويأذوا حد، فعمل الرصاص الفضة ده كإجراء احترازي وملاذ أخير. بس عمره ما فكر ولا قدر يستخدمه ولا يعرف أصلا إذا كان فعال ولا دي مجرد أساطير. في نفس الوقت في اسم الشرطة أوستن الطالب الفضولي اللي بيحب التصوير كان قاعد بيتحقق معاه. أوستن ما كانش خايف ولا كان بيخبي حاجة، حكى كل اللي شافه بصدق وتفصيل. قال للمحققة: لما نزلت من الأتوبيس عشان أجيب تليفوني شفت حاجة غريبة جدا وسط الدخان الأسود. كان وحش ضخم ومرعب طوله يجي 7 أقدام، جسمه كله متغطي بفرو أسود كثيف وعنده أنياب ومخالب تفرتك الحديد. المحققة كريستين كانت بتسمع كل كلمة باهتمام وتركيز، لأن دي نفس الأوصاف بالظبط اللي سمعتها ورسمتها من كلام طلاب تانيين، وده أكد شكوكها إن في وحش حقيقي ورا كل اللي بيحصل ده. أوستن حس إنه قال كل اللي عنده وزهق من كتر الأسئلة، فقام ومشي بغضب وساب القسم. كريستين ما حاولتش توقفه لأنها خلاص خدت الخيط اللي كانت محتاجاه. بعدها كريستين ركبت عربيتها وراحت لمكان السور المكسور اللي الطالب كونر اختفى من عنده. لقيت هناك بقايا الجبس المكسر وحتت من الضمادة مشبوكة في السلك الشائك. عشان تفهم إيه اللي حصل نامت على الأرض في نفس المكان اللي كونر كان محبوس فيه، وحاولت تتخيل المشهد بعينيه. وهي نايمة في سكون الليل سمعت صوت حركة وتقطيع جنبها. قامت مفزوعة وبصت لقت الكبش المحروق اللي ظهر أول مرة عند الغابة واقف هناك بيبصلها، وجسمه كله متشرح وعليه آثار مخالب ضخمة وعميقة كأن في وحش أكبر وأقوى منه هاجمه. غريت في البيت بعد ما حكى السر لولاده طلب من إيفريت وبليك إنهم يروحوا بيوتهم ويرتاحوا ويروحوا المدرسة تاني يوم عادي جدا، ويمثلوا إن مفيش حاجة حصلت وإن الأمور طبيعية، ويسيبوا له هو التصرف والتعامل مع الباقي. وقبل ما يمشوا لونا عشان عارفة إن بليك ما عندهاش تليفون كتبت رقمها بقلم فلوماستر على دراع بليك عشان تقدر تكلمها لو حصلت أي طوارئ. إيفريت وبليك رجعوا بيوتهم وهم في قمة الحيرة والتعب، بس قرروا يسمعوا كلام غريت ويروحوا المدرسة تاني يوم كأن مفيش حاجة حصلت. أول ما وصلوا المدرسة أوستن الولد اللي بيصور كل حاجة راح جري لإيفريت وهو باين عليه القلق وقال له: يا إيفريت أنا شفت حاجات مرعبة ومحتاجة أتكلم معاك ضروري، حاسس إني هتجنن. لكن إيفريت كان واعد غارت إنه ما يتكلمش مع حد، فصده ببرود وقال له: أنا مش فاضي للكلام ده دلوقتي.
دلوقتي عندي امتحان ومحتاج أركز. دخلوا لجنة الامتحان والهدوء مال المكان والكل مركز في ورقته. فجأة حصلت الكارثة. إيفريت حس بنوبة قلق شديدة وإيده بدأت تترعش وتتشنج وهو ماسك القلم، مش قادر يسيطر عليها، والقلم عمال يخبط في الورقة ويعمل صوت مزعج. ونفس الأعراض دي بالظبط ظهرت عند بليك في نفس اللحظة، كأنهم متوصلين بسلك خفي. قبل ما أي حد ياخد باله أو يتكلم، لونا وهارلين دخلوا اللجنة، وكان واضح وضوح الشمس إن هم كمان متأثرين بنفس الحالة العصبية والتوتر. طلع إن تواجدهم سوا في مكان واحد ومقفول بيشغل تأثير القطيع وبيخليهم عدوانيين وعصبيين جدا زي الذئاب لما تتجمع قبل الصيد، لدرجة إن هارلين وإيفريك مسكوا في خناق بعض وكانوا هيضربوا بعض قدام المراقبين والطلاب. بليك فهمت بسرعة إن وجودهم سوا خطر عليهم وعلى اللي حواليهم، وقررت تبعد فورا عشان مش عايزة تأذي حد بريء. وإيفريت وافقها في الرأي وخرج هو كمان. لونا وهارلين لحقوهم وحاولوا يهدوا الموقف بره. في الوقت ده في اسم الشرطة، غارت كان بيلعب لعبة خطيرة. راح للمحققة كريستين وقال لها إنه عايز يتعاون معاها عشان يقبضوا على الوحش اللي بيعمل الكوارث دي. المحققة شمت فيه ريحة مصلحة وقالت في نفسها: أخيرا خيط يوصلني للحقيقة. خدته من إيده وودته المشرحة عشان توريه جثة الكبش المحروق اللي لقيته عند السور. أول ما غارت شاف الجروح العميقة اللي في جسم الكبش، قال بلهفة وتأكيد: دي مخالب مستذئب، مفيش حيوان عادي يعمل كده. بس كريستين لسه مش مقتنعة 100%، وبصت له بشك وقالت له: وانت عرفت منين شكل مخالب المستذئب يا سي غارت؟ غارت حاول يداري وقال لها: خبرة السنين في الغابة يا حضرة المحققة، شفت حاجات كتير. على الجانب التاني، بليك روحت بيتها ولقت أبوها روبرتو اشترى لها تليفون جديد عشان يقدر يطمن عليها وهي بره، وقال لها إن طول فترة غيابها كان في راجل غامض بيتصل على تليفون البيت ويسأل عليها باستمرار، وأخوها الصغير داني هو اللي كان بيرد عليه. بليك قلقت وجريت تسأل داني: الراجل ده قالك إيه؟ داني اللي ما بيتكلمش كتير مسك الطباشير ورسم جملة واحدة مرعبة: من غيرهم مش هتعيشي. وفجأة التليفون الجديد اللي لسه شارياه رن. بليك اترعبت وما ردتش، خدت داني من ايده وقررت تبعد عن الموتيل وعن اي مكان ممكن يوصلوا لها فيه. راحت تشتغل في بارك عربيات، وقالت لإيفريت في التليفون ان الشغل ده هيساعدها تشغل وقتها وتنسى المشاكل دي شوية. لكن يا فرحة ما تمت، قبل ما الشفت بتاعها يخلص والليل يليل، عربية سودة غريبة وقفت وسدت مدخل البارك. السواق قاعد جواها صامت ومريب، لا بينزل ولا بيتكلم. بليك خافت يكون ده حرامي جاي يسرق العربيات وقررت تروح تشوف فيه ايه، بس لما لفت ورجعت للمدخل لقت العربية اختفت كأن الأرض انشقت وبلعتها. في غيابها داني كان قاعد لوحده في كشك الحراسة بيلعب، سمع صوت خطوات تقيلة بره. بفضول الأطفال بص من الشباك وشاف المستذهب الضخم بيقرب منه وعينيه بتلمع في الضلمة. الولد اترعب واستخبى تحت الكرسي وهو بيترعش. إيفريت كان قاعد في بيته بيتفرج على التلفزيون وفجأة لاحظ حاجة غريبة جدا. كاميرات المراقبة بتاعة البارك اللي بليك بتشتغل فيه بقت معروضة عنده على شاشة التلفزيون، ولما بص حواليه شاف كشك الحراسة بتاع بليك ظاهر جوه صالون بيته بشكل سحري ومش مفهوم. بليك رجعت جري تدور على أخوها في الكشك بس مفيش فايدة، اختفى. دورت في كل حتة، طلعت السطح، نادت عليه بأعلى صوتها، مفيش أي رد. في يأسها راحت تتصل بالبوليس تستنجد بيهم، وأول ما قفلت السكة ورفعت راسها لقت إيفريت واقف في نص البارك وشايل داني على كتفه. بليك جريت عليه بلهفة تحضن أخوها وتطمن عليه، ولقت في إيد داني خصلة شعر رمادي غريبة وخشنة. سألت إيفريت بذهول: إيه اللي حصل؟ وإنت جيت هنا إزاي؟ إيفريت رد وهو مش مصدق نفسه: أنا كنت في بيتي وفجأة سمعت صراخك وكأنه جنبي، وبعدين لقيت نفسي هنا وشايل الولد، أنا مش فاهم حاجة. وفي اللحظة دي لونا وهارلين وصلوا يجروا وهم بينهجوا، وقالوا إنهم كمان سمعوا الصراخ وجم عشان يساعدوا. لونا بصت لإيفريت وبليك وقالت بتفسير عميق: إحنا بقينا قطيع واحد يا جماعة، والمستذئب ده بيحمينا. طلع إن المستذئب ما أذاش داني، بالعكس هو حماه ودافع عنه، لأن داني ضرب بليك بالغلط وهو خايف، والمستذئب اعتبر ده اعتداء على حد من قطيعه. ونفس الكلام حصل مع ترينت لما زق هارلين عند الباب. المستذئب كان بيعاقبه عشان كده، وهم واقفين مذهولين وبيحاولوا يستوعبوا الحقيقة الجديدة دي. تليفون إيفريت رن تاني من الرقم المجهول. المرة دي إيفريت قرر يرد عشان يفهم مين ده وعايز إيه. الصوت الغامض حكى لهم قصة أسطورية عن الملك ليكان الروماني اللي زيوس سخطه وحوله لأول مستذئب في التاريخ عشان قدم له لحم بشري، وقال لهم إن المستذئب اللي بيطاردهم ده بيقتل كل ليلة ضحية جديدة بسببهم هم الأربعة، وإن الحل الوحيد عشان يوقفوا شلال الدم ده إنهم يتحدوا مع بعض ويمنعوه. المجهول بعت لهم موقع على الخريطة
الشرطة وقال لهم بتهديد: المستذئب هيضرب هنا الليلة. الشباب ركبوا العربية وطاروا على الموقع بسرعة جنونية، وهناك لقوا عربية مقلوبة ومتطبقة وجواها الدكتور اللي عالج إيفريت في المستشفى مقتول ومتقطع. حاولوا يخلعوا باب العربية عشان ينقذوه، بس كان فات الأوان والراجل مات. فهموا إنهم لوحدهم وبقوتهم الحالية مش كفاية، وإن لازم يستنوا لبكرة ليلة اكتمال القمر عشان قوتهم تزيد مع اكتمال البدر ويقدروا يواجهوا الوحش ده ويوقفوه عند حده. تاني يوم الصبح الشباب رجعوا مدرستهم وهم شايلين هم الجبال، بس المفاجأة كانت مستنياهم على باب المدرسة. لقوا عربيات البوليس مالية المكان، والمحققة كريستين ومعاها جاريت بيحققوا مع طالب اسمه سايرس. ليه؟ لأن سايرس ده كان أول واحد عرف وراح أحسن مكان عالي في المدينة عشان يتفرج على الحريقة وهي بتبدأ، وده خلاه المشتبه به الأول في قضية إشعال الحريق. الشباب إيفريت وبليك ولونا وهارلين حسوا إن الدايرة بتضيق عليهم، فاتجمعوا في الحمام بعيد عن العيون عشان يخططوا. المتصل المجهول كان باعت لهم عنوان جديد على التليفون وقال لهم إن ده الهدف الجاي للمستذئب. العنوان كان بيت زميلتهم تيا، ومن حظهم أو سوء حظهم تيا كانت عاملة حفلة كبيرة في بيتها الليلة دي بالظبط وعازمة نص المدرسة. دي كانت فرصة مثالية إنهم يدخلوا الحفلة وسط الزحمة والمزيكا العالية من غير ما حد يشك فيهم ويراقبوا الموقف عن قرب. في الوقت ده إيفريت وهو بيتمرن في الجيم مع هارلان عشان يهدوا أعصابهم جات له فكرة علمية مجنونة. بص لهارلان وقال له: بقول لك إيه، مش أنت ولونا كنتوا ذئاب وتحولتوا لبشر؟ طب لو طبقنا قوانين الفيزياء زي قانون بقاء الطاقة وقانون نيوتن الثالث، مش المفروض نقدر نعكس العملية دي ونحولكم تاني لذئاب؟ أو حتى نستخدم نفس القوانين دي عشان نرجع المستذئب اللي بيطاردنا لإنسان طبيعي. الفكرة كانت عبقرية بس محتاجة تجربة، والأهم دلوقتي إنهم يروحوا الحفلة ويمنعوا الكارثة قبل ما تحصل. عشان يدخلوا في جو الحفلة ويبانوا طبيعيين، هارلان جاب معاه فطر هلوسة مشروم ووزعوا عليهم، كلوا منه ودخلوا بيت تيا وسط الدوشة والمزيكا العالية. على الجانب التاني المحققة كريستين والبوليس سابوا سايرس يروح بعد ما حققوا معاه، وراحوا للمكان العالي اللي هو دلهم عليه، وباستخدام طيارة درون لتصوير المكان من فوق وخبرة جاريت في دراسة الغابات اكتشفوا إن المكان ده فعلا كان نقطة الانطلاق اللي المجرم استخدمها عشان يرمي منها مادة حارقة بالدرون ويولع في الغابة، وبعدين وقف يتفرج على الحريقة كأنها فيلم سينمائي، كأنه كان قاصد يصحي حاجة نايمة جوه الغابة. نرجع للحفلة. وسط الرقص والهزار حصل مواقف قلبت الموازين. هارلين وهو بيريح شوية على جنب اتعرف على سايرس اللي كان لسه واصل الحفلة. هارلين بفضول حب ياخد رقم سايرس عشان يكلمه بعدين، بس أول ما رن عليه الغريبة إن الرقم ظهر عنده على الشاشة رقم مجهول، وده خلى الشك يدخل قلب هارلين. وفي حتة تانية في الحفلة أوستن الفضولي كان ماسك تليفونه وعمال يصور الناس وهم مش واخدين بالهم. بليك لما شافته كالعادة ما قدرتش تمسك أعصابها، خطفت التليفون من إيده ورمته بكل قوتها في نص المسبح الكبير اللي في الجنينة. أوستن اتجنن ونط بهدومه في المية عشان يلحق تليفونه الغالي، بس أول ما غطس تحت المية وفتح عينيه الدم هرب من وشه. شاف خيال مرعب اسود ضخم مستذئب بيعوم تحت المية وبيقرب منه بسرعة. أوستن طلع يجري على سطح المية وهو بيصرخ مفزوع، ومحدش من اللي واقفين صدقه وافتكروه سكران أو بيهزر. في الوقت ده كريستين وظابط تاني كانوا بيلفوا حوالين مبنى مهجور قريب من بيت تيا بيدوروا على أي دليل، وهم بيكشفوا بالكشافات لقوا جثث كتير مرمية فوق بعضها في بير أسانسير قديم. المنظر كان بشع وريحته تقلب المعدة. الظابط سألها برعب مين السفاح اللي يقدر يعمل المجزرة دي. كريستين ردت ببرود تام وهي بتبص للجثث: ده مش شغل سفاح عادي يا حضرة الظابط، ده شغل مستذئب ومفيش شك في كده. الشباب في الحفلة بدأوا يحسوا بالخطر بيقرب. إيفريت لمح واحد زميله واقف في كورنر بيترعش وبيتكلم كلام غريب ومش مفهوم، ولما إيفريت قرب منه عشان يهديه ويعلمه يتنفس بالراحة الولد قال له برعب: أنا مش فاكر اسمي، أنا حاسس إن في حاجة هتاكلني. وفجأة النور بتاع الحفلة كله قطع وبقت ضلمة كحل، ولما النور رجع بعد ثواني الولد كان اختفى كأنه فص ملح وداب. سايرس تطوع بشجاعة إنه يخرج الجنينة الضلمة يدور عليه، وهارلين خاف عليه وصمم
ومصمم يروح معاه عشان يحميه. وهم ماشيين في الغابة الصغيرة اللي ورا البيت، هارلين بحواسه القوية حس بحركة غريبة وراهم وطلب من سايرس يرجعوا، بس سايرس كان عايز يستغل الفرصة ويقعدوا يتكلموا لوحدهم. وفجأة وهم قاعدين على الأرض، هارلين بص ورا سايرس وشاف المستذئب الضخم واقف رافع مخالبه. وفي نفس اللحظة دي بالظبط المحققة كريستين ظهرت من وراهم ومعاها مسدسها، والبوليس وغارت وصلوا على صوت حركة غريبة. ضرب نار اشتغل في الهواء، وغارت واجه الوحش وجها لوجه. كريستيان بدل ما تضرب نار على الوحش نزلت سلاحها وحاولت تتفاوض معاه بصوت هادي، وقالت له إنها فاهمة إنه مش قادر يسيطر على غريزته وإنها تقدر تساعده وتبقى المرشد بتاعه لو وافق يسلم نفسه. الوحش زقر زقرة خفيفة كأنه بيرد عليها، بس قبل ما يعمل حاجة باقي البوليس وصلوا بكشافاتهم، فالمستذئب هرب واختفى في الغابة أسرع من البرق. ولما المأمور جيسون سأل كريستيان وجارت هم شافوا إيه وليه ضربوا نار، الاتنين بصوا لبعض وبكذب واضح: ده كان دب أسود كبير يا فندم، وهرب. البوليس مشي وغارت أمر لونا وهارلين يرجعوا البيت فورا وقفل عليهم. إيفريت رجع بيته وهو ميت من التعب، ولقى أبوه ديفيد مستنيه في الصالة ومعاه علبة دواء القلق بتاعه. ديفيد بصوت غريب ومخيف أجبر إيفريت ياخد الدواء قدام عينيه. إيفريت عمل نفسه بلع الحبوب وبعدين دخل الحمام وتفهم في الحوض. في بيت تيا الحفلة خلصت والكل مشي، وهي كانت بتعوم لوحدها في المسبح بتصفي دماغها. حست بحركة غريبة فوقيها، ولما بصت للسقف الزجاجي شافت خيال ضخم واقف بيتفرج عليها. أوستن اللي كان لسه نايم جوه من تأثير المشروم صحي على المنظر ده وشاف المستذئب وهو بيبص لتيا. تاني يوم الصبح الشمس طلعت وكشفت حقيقة جديدة. طلع إن سايرس مش هو المتصل المجهول الشرير. سايرس اعترف لهارلين إنه كمان بيجيله مكالمات تهديد من مجهول بيسأله عن أبوه اللي مات في الحريقة من 16 سنة. سايرس ما كانش عايز حد يزعجه أو يطلع إشاعات عن أبوه الشهيد. هارلين بسمعه القوي سمع دقات قلب سايرس منتظمة، فعرف إنه بيقول الصدق ومش بيكذب. سايرس جمع الشباب كلهم وحكى لهم السر الأكبر: أبويا مات في الحريقة، بس جثته هو وزمايله المطفيين عمرهم ما لقوها. الحقيقة إن في ناجي وحيد بس من الحريقة دي، شخص واحد طلع من النار دي عايش. يا ترى مين هو الناجي الوحيد ده؟ وهل هو اللي بيعمل المكالمات المجهولة ولا هو المستذئب نفسه اللي رجع ينتقم؟ الأسئلة كترت والخطر لسه محاوط القطيع. يا سادة يا كرام، قربوا مني واسمعوا نهاية الحكاية اللي مليانة مفاجآت هتقلب الموازين. احنا وقفنا عند سر الناجي الوحيد من حريقة الغابة الكبيرة اللي حصلت من 16 سنة، واللي سايرس فجرها في وش هارلين وباقي القطيع. مين الراجل ده؟ سايرس قال لهم ان اسمه مالكوم، وانه دلوقتي شغال عامل نظافة بسيط في نفس المستشفى اللي كانوا فيها. لو عايزين يعرفوا الحقيقة كاملة مفيش حل غير انهم يروحوا يسألوه بنفسهم. من غير تضييع وقت الشباب الأربعة إيفريت وبليك ولونا وهارلين خدوا بعضهم وطاروا على المستشفى يدوروا على مالكوم. بس لما لقوه الراجل ما كانش مهتم بيهم خالص، وكان بيتهرب منهم، وكل ما يسألوه سؤال يصدهم بحجة شكل كأنه مش عايز يفتكر الماضي ده أبدا. فضل يتهرب لحد ما لونا جابت من الآخر وبصت له في عينه وقالت كلمة واحدة: المستذئب. أول ما مالكوم سمع الكلمة دي وشه جاب ألوان وملامحه اتغيرت. حس إن العيال دي مش بتهزر وعارفين حاجة. خدهم من إيدهم ودخلهم أوضة تخزين ضلمة ومقفولة في المستشفى عشان محدش يسمعهم، وبدأ يحكي لهم القصة المرعبة اللي عاشها. قال لهم بصوت بيترعش: من 16 سنة حريقة غابة قامت فجأة زي جهنم، وفريق المطافي بتاعنا كله اتبعت عشان يطفيها، بس النار كانت أسرع مننا كأنها حية بتتحرك، وحصرت أنا و5 تانيين من زمايلي من ضمنهم أبو سايرس. كمل مالكوم وعرق بارد على جبينه: حاولنا نسيطر على النار بس كان مستحيل. المخرج الوحيد اللي كان قدامنا هو شريط القطر، بس قبل ما نوصل له ظهرت لنا ذئبة رمادية ضخمة جدا سدت الطريق علينا، وكأنها كانت قصدة تمنعنا نعدي مهما حصل. لما حسينا ان الموت بيقرب والنار هتاكلنا مسكنا سلاحنا وفتحنا النار عليها من غير تفكير. ضربناها بعشرات الرصاصات، خلصنا كل ذخيرتنا عليها، بس الغريبة والمرعبة انها ما كانتش بتموت. كل ما تقع تقوم تاني على رجليها كأن الرصاص ده لعب عيال، لحد ما ابو سايرس ضربها رصاصة مباشرة في حواجبها، ووقتها
بس وقعت وما قامتش، بس هي كانت لسه بتتنفس. فقررنا نرميها في النار عشان نخلص منها وتتحرق، بس يا ريتنا ما عملنا كده. النار بدل ما تحرقها حولتها. عينيها نورت بضوء غريب، مخالبها طولت، عضلاتها برزت وشقت الجلد، ووقفت على رجلين اتنين كأنها إنسان. المنظر كان كابوس. زمايلي كلهم ماتوا في اليوم ده، وأنا الوحيد اللي قدرت أهرب وأنجب عمري. أول ما إيفريت سمع الحكاية دي عقله اشتغل وقال بسرعة أكيد المستذئبة دي كانت بتحمي حاجة تخصها في الغابة، أكيد كان في ذئاب تانية معاها، يمكن كانت بتحمي جراوي صغيرة مثلا. بس مالكوم هز راسه وقال بحسرة احنا في اليوم ده ما لقيناش أي حاجة تانية غيرها، لا ذئاب ولا جراوي ولا غيره. الشباب مشوا من عند مالكوم وهم في قمة الحيرة ورجعوا البيت. بعد ما رتبوا الأحداث في دماغهم وصلوا لاستنتاج بيوجع القلب. المستذئبة اللي هاجمت فريق المطافي دي احتمال كبير جدا تكون هي الأم البيولوجية للونا وهارلين. هي كانت بتحميهم من النار ومن المطافيين، وبسبب الحريقة دي لونا وأخوها اتنقلوا لمكان تاني في الغابة تحت رعاية وعين غارت حارس الغابة. ولما الأم سابتهم ورجعت للغابة المحروقة عشان تحميهم أو تشتت المطافيين، ظهر غارت لقاهم وخدهم بيته ورباهم 16 سنة كأنهم ولاده. الشباب بدأوا يشكوا إن المتصل المجهول اللي بيكلمهم ده هو العقل المدبر لكل المصايب دي، هو اللي دبر الحريقة الجديدة عشان يستدرج المستذئب، وهو اللي خطط إن إيفريت وبليك يتعضوا ويتحولوا. بس السؤال اللي مجننهم، الراجل ده هدفه الأخير إيه؟ وليه بيعمل كل ده؟ وهم غرقانين في أفكارهم لمحوا نور شغال في الاسطبل بره البيت، جريوا يشوفوا فيه إيه، ولما وصلوا لقوا غارت هناك. طلع إن في الوقت اللي كانوا فيه في المستشفى غارت لقى سايرس مستخبي، وعشان سايرس هو المشتبه به الأول في قضية حريق الغابة الجديد، غارت كان بيحاول يقنعه يسلم نفسه للبوليس. هارلين أول ما شاف المنظر ده الدم غلي في عروقه، سايرس صاحبه وصديقه، وإزاي أبوه عايز يسلمه للبوليس. في لحظة غضب أعمى هارلين هجم على أبوه غارت وضربه بوكس جامد في وشه. غارت واقع على الأرض مذهول، ولما رفع عينه وبص لولاده اتصدم. لونا وهارلين والشباب كلهم عينيهم كانت بتنور بلون غريب وأنيابهم ظهرت، واضح إنهم اتحولوا جزئيا من غير ما يحسوا بسبب الغضب وتأثير القطيع. لونا بصت لأبوها غارت وسألته بذهول أنت عملت كده إزاي يا بابا؟ إزاي قدرنا نتحول ونرجع تاني؟ غارت وهو بيمسح الدم من وشه قال لهم دي أسطورة قديمة يا بنتي. الأسطورة بتقول إنك لو ندهت على المستذئب باسمه الحقيقي بكل صدق وإخلاص هيفتكر هو مين، وغضبه هيهدى وهيرجع لشكله البشري تاني. أنا ما كنتش متخيل إن الكلام ده حقيقي وإنه هيشتغل بجد. وبعدين غارت فجر قنبلة تانية في وشهم. المستذئب اللي عمال يقتل الناس في المدينة واللي انتوا فاكرينه بيحميكم ده احتمال كبير يكون أخوكم التالت، لأن امبارح لما كنت بضرب عليه نار في الغابة شفته بيتحول لإنسان قدام عيني، وكان شبهكم بالظبط، شاب في نفس سنكم حوالي 16 أو 17 سنة. الحكاية هنا بتوصل لمستوى جديد من الصدمات والتوتر. أول ما غارت وصف المستذئب الشاب اللي شافه في الغابة، إيفريت برق عينيه وشهق بصوت مسموع. قاطع غارت وقال بسرعة أنا شفته، ده نفس الشاب اللي شفته في حفلة تيا امبارح. أنا افتكرته طالب عادي وغريب، بس إزاي ده يكون أخو لونا وهارلين؟ إيفريت بعد ما اكتشف إنه الوحيد اللي قادر يشوف المستذئب ده في شكله البشري واللي عرف إن اسمه بارون، حس بحمل تقيل على صدره. قرر يسيب بيت غريت ويروح بيته يحاول ينام ويرتاح من كمية المعلومات المرعبة دي، لكن النوم كان أبعد ما يكون عنه. في نص الليل الضلمة إيفريت قام من نومه مفزوع، عرقه مالي وشه وحس إن شعر جسمه كله واقف كأن فيه كهرباء في الجو. بفضول وخوف قام يتمشى في الأوضة، ولما بص ناحية المراية قلبه وقع في رجليه. لقى بارون المستذئب الشاب واقف جوه بيته. إيفريت حاول يتمالك أعصابه وبدأ يكلمه بهدوء عشان يصحيه من الحالة دي ويهديه، بس بارون ما كانش مقدر المحاولة دي، بصله بنظرة غضب ولف وشه وجري بره الأوضة. إيفريت دخل الحمام يغسل وشه من العرق والرعب، ولما رفع عينه للمراية تاني لقى خيال شخص واقف مديله ظهره، وكل ما إيفريت يتحرك الخيال بيتحرك معاه. ولما لف وراه بسرعة لقى بارون واقف وراه بالظبط. الدنيا هديت شوية وإيفريت قرر ينزل الدور الأرضي يشوف إيه اللي بيحصل في بيته. أول ما نزل لقى باب البيت الرئيسي مفتوح على آخره والهواء البارد داخل منه، وفجأة بارون هجم عليه من بره البيت زي المجنون اللي فقد عقله. جرى واستخبى ورا الدولاب وهو بيترعش. في اللحظة دي بارون فجأة هدي وتحول لشكله الطبيعي وقعد يتمتم بكلام غريب وهو ماسك راسه. أنا مش قادر أوقفه، هو أقوى مني. إيفريت طلع من مخبأه وسأله بلهفة توقف إيه يا بارون؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ بس بارون مردش وكان متقوقع على نفسه وقاعد على السلم زي الطفل الخايف.
خايف. إيفريت استجمع شجاعته وقرب منه عشان يفهم قصته. بارون بصله بعيون مكسورة وقال له بصوت مخنوق: أنا اللي قتلت الناس دي، بس مش بإرادتي. الوحش اللي جوايا هو اللي عمل كده. أنا عمري ما قدرت أسيطر عليه، هو اللي بيسيطر عليا وبيستخدم جسمي غصب عني عشان يأذي البشر. وهو بيتكلم المية بدأت تنزل من على السلم بشكل غريب، وفجأة ظهرت تيا، البنت اللي المستأذب قتلها في المسبح قدامهم. تيا كانت شبح وقالت لإيفريت بصوت مرعب: بارون هيقتلكم كلكم يا إيفريت، انت وبليك وكل اللي تعرفهم، لأنه يقدر يعمل قطيع جديد في أي مكان وأي وقت. وبعدين تيا اختفت زي ما ظهرت، والدنيا نورت وطلع النهار، وبارون كمان كان اختفى. على الجانب التاني من المدينة، روبرتو أبو بليك وداني أخوها الصغير كانوا بيحضروا شنطهم عشان يسيبوا الموتيل اللي طولوا فيه قوي. روبرتو طلب من داني يروح يجيب حاجة من الأوضة، بس أول ما وصل الباب لقاه مكسور ومفتوح بالعافية. داني افتكر إن أخته بليك رجعت، فدخل الأوضة يدور عليها، بس كل ما دخل جوه قلبه اتقبض، لقى بقع دم كبيرة مالية الأرض. ولما وصل الحمام لقى جثة بنت في البانيو. البوليس وصل فورا وقفل المكان، واكتشفوا إن الجثة دي هي جثة تيا اللي كانت مختفية. بليك ما كانتش تعرف أي حاجة عن المصيبة دي لأنها كانت في بيت إيفريت مع لونا وهارلان. إيفريت كان بيحكي لهم كل اللي شافه امبارح بالليل مع بارون وشبح تيا. قال لهم إن كل ده كان عامل زي الحلم، كأنه بيحصل في دماغه بس. هارلان فكر وقال يمكن ده تأثير القطيع اللي بينا بيخلينا نشوف حاجات غريبة. بس السؤال اللي حيرهم: اشمعنى إيفريت هو الوحيد اللي بيشوف بارون والأشباح دي؟ إيفريت اقترح فكرة ذكية: بما إن بارون أخوكم، وبما إننا جربنا رصاص الفضة ونفع مع المستذئبين، وبما إننا اتكلمنا عن قوانين الفيزياء وتحول الطاقة قبل كده، يبقى أكيد في طريقة نرجع بيها بارون لإنسان طبيعي ونسيطر على الوحش اللي جواه. الشباب اتحمسوا للفكرة، بس الأول إيفريت كان لازم يوصل بليك للموتيل عشان تطمن على أبوها وأخوها. ولما وصلوا هناك لقوا المصيبة: البوليس محاوة الموتيل والجثة بتطلع. بليك اتجننت من الخوف وجريت تسأل فيه إيه، ولما عرفت إن في جثة في أوضتها الرعب مسكها. لحسن حظها هي كانت معاهم طول الليل وعندها دليل قوي إنها ما كانتش هناك، فالبوليس ما قبضش عليها. بس الصدمة الحقيقية جت من داني الصغير، وهو واقف بيتفرج على البوليس مع أخته. شاور على المحققة كريستين وقال ببراءة: أنا شفت الست دي قبل كده يا بليك في الجراج. بليك افتكرته بيهلوس من الخوف وردت باستغراب: تقصد البارك اللي كنت بشتغل فيه؟ احنا شفناها هناك فعلا. بس داني أصر وعاند: لا، أنا شفته في الجراج المقفول. وسلمت عليا كمان. بليك ما كانتش قادرة تركز معاه من التوتر وسابت الموضوع. بس في اللحظة دي كريستين لمحتهم وراحت ناحيتهم بخطوات واثقة عشان تتكلم معاهم. وورا الكواليس إيفريت وباقي القطيع كانوا مشغولين بخطة أخطر: إزاي يرجعوا بارون إنسان طبيعي ويخلصوا المدينة من شر الوحش اللي جواه. الحكاية وصلت لذروتها وكل الخيوط هتبدأ تتفك وتتربط من جديد. إيفريت اللي كان بيقرأ في كتب قديمة لقى الحل العبقري: بارون جسمه جواه كيانين، ذئب مفترس وإنسان، ومش مندمجين زي لونا وهارلان. عشان ينقذوه لازم يقتلوا الذئب اللي جواه الأول، وبعدين ينعشوا الإنسان طبيا. الحل الوحيد عشان يسيطروا عليه وهو متحول إنهم يحبسوه في مكان درجة حرارته 70 تحت الصفر عشان يجمدوا الوحش، وبعدين يضربوه بحقنة أدرينالين ترجع قلبه البشري يدق. عشان ينفذوا الخطة دي كانوا محتاجين طعم يجيب بارون لحد التلاجة العملاقة. ومين أحسن طعم؟ أوستن، الولد اللي معجب بلونا من يوم الرقصة، واللي هو أصلا الهدف الجاي للمستذئب. لونا عشان تنقذ أخوها وقطيعها وافقت تستخدم أوستن. راحوا له وبشوية إغراء من لونا وبخوفه إنه يواجه وحش لوحده، أوستن وافق يشارك. ادوله سكينة مدهونة بفضة خالصة عشان يحمي نفسه لو الأمور خرجت عن السيطرة. الليل دخل ولونا وأوستن راحوا للمكان المتفق عليه. فضلوا مستنيين لحد ما أخيرا ظهر بارون بشكله المرعب. بس الغريبة إنه مرضيش يهجم على أوستن عشان لونا كانت جنبه. لونا فهمت إن المستذئب بيحميها حتى وهو وحش، فقالت لأوستن: اضربني يا أوستن، خليه يشوفك بتأذيني عشان يهجم عليك. بس أوستن رفض بشهامة: أنا ما بضربش بنات. لونا اتنرفزت وبدأت تضربه هي، وفي عز الخناقة أوستن باس لونا فجأة. المنظر ده خلى دم بارون يغلي وغضبه انفجر وهجم عليهم. أوستن طلع يجري بأقصى سرعة ناحية التلاجة العملاقة اللي متفقين عليها، بس بارون ما كانش يعرف إن الشخص اللي بيجري متغطي ببلطو ده ما كانش أوستن، دي كانت بليك، البنت اللي سرعتها بتعدي الصاروخ، واللي كانت أنسب واحدة تسحب الوحش وتلعب بيه لحد ما تدخله المصيدة. وفعلا بعد مطاردة مرعبة بليك نجحت ودخلت بارون التلاجة وقفلت الباب. بس المشكلة دلوقتي إزاي يخرجوا هم؟ الوحش جوه معاهم والحرارة بتنزل بسرعة رهيبة. إفريت جرب الأسطورة اللي قالها لهم غريت وبدأ ينده على بارون باسمه الحقيقي بكل قوة وصدق، ومع التكرار المعجزة حصلت. بارون سابه وهدي والقطيع قدر
يهرب بره التلاجة ويقفل عليه. فضلوا مستنين بره والحرارة بتنزل. هارلان بسمعه الخارق كان بيراقب نبضات بارون. النبضات بدأت تبطأ لحد ما وقفت تماما. هارلان قال لهم الوحش مات. فتحوا الباب بسرعة عشان ينقذوا بارون الإنسان، وفعلا لقوه رجع لشكله البشري متلج بين الحياة والموت. بس قبل ما يلحقوه، أوستن اللي كان مرعوب ومش فاهم الخطة كاملة استغل الفرصة وهجم على بارون وغرز السكينة الفضة في قلبه. الصدمة شلت الكل. بارون حس بنار الفضة بتكويه، وفي لحظة الألم الرهيبة دي وعيه دخل في دوامة زمنية وبدأ يعيش ذكريات مش بتاعته من خلال تأثير القطيع. لقى نفسه على سرير مستشفى والدكتور بيكلمه كأنه إفريت، والممرضين هم كريستين وغريت. الدكتور كان هيحقنه بزئبق مش مهدئ، وبعدين فجأة لقى نفسه في عربية مع داني، وغريت وكريستين بيتخانقوا وعملوا حادثة. وبعدها لقى نفسه طفل صغير في بيت غريت، وشاف لونا وهي طفلة. كل دي كانت ذكريات هارلان ولونا وإفريت بتتداخل في عقله وهو بيموت. ولما مسك إيد لونا في الذكرى لقى نفسه في الغابة مع سايرس اللي ناداه باسم هارلان وقال له اقتلني. وهو بيجري في الغابة شاف خياله بيتحول لذئب، وفجأة ظهر غريت وضرب عليه نار من غير تردد. هنا بارون فاق من الدوامة وأدرك إنه بيموت بجد بسبب السكينة اللي في قلبه. القطيع كان بيحاول بكل الطرق يطلع السكينة من جسمه وينقذه، وفي اللحظة دي تليفون إفريت رن. المتصل المجهول قال لهم بصرامة لازم تطلعوا الفضة من جسمه بسرعة، ولو مات قوتكم انتوا وبليك هتختفي وممكن تموتوا معاه. بس الفضة كانت اتفتتت جوه جسمه وكان مستحيل يطلعوها كلها. لونا وهارلان قرروا يجروا على الاسم يطلبوا مساعدة أبوهم غريت، بس أول ما وصلوا سمعوا المأمور بيقول إنهم لقوا مكان للي بيجمعوا فيه الجثث. جريت اترعب إن البوليس يكتشف سر ولاده، فطرد لونا وهارلان بسرعة وقال لهم ارجعوا البيت. في الوقت ده بليك كانت بتحمي أخوها داني في بيت إفريت، ولما داني شاف بارون وهو بيموت صرخ وقال ده الوحش اللي خطفني في الجراج. إفريت استغرب، لو هو كان متحول عرفت وشه البشري ازاي يا داني؟ وهنا بليك افتكرت كلام أخوها الصبح. داني قال إنه شاف كريستين في الجراج المقفول وسلمت عليه، وإفريت افتكر إن كريستين سلمت عليه بعد ما تعض مباشرة، وبليك افتكرت إن كريستين سلمت عليها في البارك. السر اتكشف. المستذئبين ما كانوش بيهجموا عليهم لأن كريستين كانت بتعلمهم بالسلام بالإيد. ريحتها كانت بتمنع الوحوش تقرب لهم، وهي اللي أنقذت داني في الجراج وسلمته لإفرت عشان يعمل نفسه البطل. لونا وجارت رجعوا بيت إفرت، وجارت شال بارون اللي بيموت وطار بيه على المستشفى. بس المستشفى دي كانت الفخ الأكبر. بعد ما مشيوا كريستين ظهرت وراحت لروبرتو أبو بليك وأقنعته تاخد داني تعيشوا في أمان بعيد عنهم، وبعدها راحت لإفرت وقالت له بنظرة مرعبة أنا هحميكم كأنكم ولادي. في المستشفى إفرت لقى أبوه ديفيد مستنيه هناك. ديفيد اتهمه بالجنون وإنه ما بياخدش الدواء، وجاب دكتور نفسي خده غصب عنه المصحة عقلية. وأول ما إفرت مشي ظهر بارون على كرسي متحرك، واللي بيزقه كان مين؟ مالكم الناجي الوحيد. مالكم فجر الحقيقة المرة، أمك يا بارون هي اللي ولعت الغابة دلوقتي عشان تجبرك تخرج، وهي نفسها الذئبة اللي هجمتني من 16 سنة. غارت رجع الأوضة ملقاش بارون. كريستين ظهرت لجارت ولقوا خوذة مطافي على السرير. كريستين بصت لجارت وقالت له بتثق فيا؟ ولما وافق خدته ومشيوا عشان ينقذوا ابنهم. وفي الاسم المأمور جيسون قبض على هارلان بتهمة قتل الضابط ترنت. النهاية بتوصل لمحطة إطفاء مهجورة. كريستين دخلت لوحدها ولقت مالكم مستنيها ومعاه مسدس مليان رصاص فضة وجاهز للانتقام. ضرب نار اشتغل، بس كريستين بقوتها الجبارة ضربته في رجله. جارت وصل وشاف بارون مستخبي ومالكم هرب، وفجأة تليفون كريستين رن. المتصل المجهول قال لها ببرود أنا عارف انت بتعملي ايه، وانا اللي بساعد إفرت وهفضل اساعده، وقفل السكة. كريستين لفت لقيت جارت رافع عليها المسدس وهو ساند بارون. هنا الأقنعة سقطت تماما. كريستين بصت لجارت وقالت له الحقيقة اللي هدت جبال، أنا الأم يا جارت، أنا أم لونا وهارلين، وبارون يبقى أخوهم. كل واحد فيهم عنده قدرة. بارون قدرته هي التحول الكامل. وحطت إيده على جرح بارون العميق، ولما شالت إيدها الجرح اختفى تماما كأنه ما كانش موجود. قدرة الشفاء الخارقة. مالكم حاول يهجم تاني بس كريستين خنقته في ثانيتين، وجارت كمل عليه برصاصة. بس جارت لسه رافع سلاحه في وش كريستين مقتنع إن المستذئبين خطر على البشرية. بس كريستين ما كانتش خايفة من الفضة واستخدمت نقطة ضعفه الوحيدة ولادها. قالت له انت حميت ولادي وربتهم، انا عمري ما هأذيهم وهحميهم بدمي، وانت تقدر تفضل ابوهم لو عايز. الكلام لمس قلب جارت ونزل سلاحه، خصوصا ان هارلين محبوس ومحتاج قوة كريستين عشان يخرج. واتحدت الام الحقيقية مع الاب المربي
عشان يواجهوا المجهول اللي لسه بيلعب بيهم كلهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة لحد هنا، ونوعدكم أول ما تتعمل أجزاء جديدة من المسلسل هنيجي هنا نحكيها سوا. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.